بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم بمختلف مقاماتكم السامية، سعيدين في هذا المساء الجميل الرائع، ونحن في هذه الاحتفالية الجميلة في مجال جميل، في مكان جميل رائع جدا في معرض الزهور الدورة 71 تقريبا، صح؟ إن شاء الله تكون نطقتها صح. والليلة سعيدين إن احنا جماعة في إرث الثقافي بتاعنا، وفي قرب يندثر يعني حاجات كثيرة من عاداتنا ومن ثقافاتنا من حياتنا الجميلة بقت تتلاشى في كثير من الأشياء. في ناس بقت ما عارفاها، ما عارفين تفاصيلها وما عارفين حاجة. ومن هنا نحن دايرين نقول لكم حنمشي طوالي لدارفور، دارفور حيث الجمال والروعة. ودائما نحن نقول سنة ذاك وجينا لقينا عمدة قاعد، والليلة نحن حنمشي في العمدة وحنجلس في إرثنا الثقافي الجميل، حنقعد في المصلاية والبرش والفروة والحياة الجميلة. والليلة سعيدين جدا في معيتنا تكون معنا الأستاذة نظيفة أحمد، لك التحية والتقدير. هي رجولة جميلة ودائما مهتمة في مجال التراث لها التحية. يلا ممكن نتعرف عليك بتفاصيل دقيقة كده؟ اهلا وسهلا، انا معكم نظيفه حامد موسى مامون من داخل الحديقه النباتيه معرض الزهور القريه نسيم الفرقان للتراث الشعبي السوداني. اهلا وسهلا ونحييكم. نتكلم عن العادات والتقاليد. أيوة. كل السودان تشمل عادات وتقاليد مختلفه، سواء نعم. كان شرق دارفور او جنوب دارفور او غرب دارفور، في النهايه بتجمعنا ثقافات مختلفه. نعم. نتكلم عن الزواج كده نظيفة قبالة. نحن ما نتكلم عن الزواج، نعم. دارين نقوم نتكلم أول حاجة عن الحاجات اللي قدامنا دي، مثلا زي البوكسة وظائفها. حتى العرس ده الزواج ده برنامج طويل، نيجي نرجع لها آخر حاجة نختم به عشان يكون فيها العديل والزين، نختم به إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. أيوة. طيب نحن نتكلم عن البخسه. أيوة. البخسه ده اصلا هو نبات من القرع. نعم. لكن بعد ما تقوم تتخيل بالزعف، يشفى بالزعف ويكون داخل الجلد، بعد ذاك بنسميها بخسه. أيوة. كويس، لكن اصلا هو نبات قرع. يلا. دي اصلا بنستخدمها عندها وظائف كثيره مختلفه. أيوة. اول حاجه هي بنستخدمها كبخسه للروب. نعم. معروف، يعني بدقوا فيها الروب، بيطلعوا منها الزبده، بعد ذاك بيطلعوا منها مثلا الفرصه، بعد ذاك بتتنقط في النار بيطلع منها السمن. نعم. عندنا ثاني برضه من نفس القرع، برضه بنعمل عندنا قرع كاس كبير نكف فيه المويه بنقدمه مثلا للضيوف، وعندنا مقاس صغير بنشرب به كعادات زمان يعني. حاجات جميله جدا، هي اصلا حاجات صحيه 100%. ايوه، لا بتنقل العدوى لا كده يعني. نعم. وعندنا طبعا القرع الثاني بنستخدمه يعني كقدامه مثلا في حاجه الزينه. ايوه القدامه يا جماعه. بنستخدم القرع برضه كنجفه، يعني بنقوم بنجدد القرع في ادوات الزينه. ايوه في ادوات الزينه، تستغرب بحاجات باشكال جميله، بنستخدمها كزينه تعمل لنا نجفه نور ضعيف. ممكن بالزينه بالسكسوك بالودع وبالسكسوك والرسم على القرع برضه، والرسم بيطلع يعني بشكل ظريف جميل ورائع جدا جدا. نعم. وممكن تستخدم في حاجات كثيره، يعني احنا قلنا برضه ممكن تحط فيها اي حاجه تعلقها في المشلعيب. نعم. يعني هي اصلا يلا دقيقه قبال حاجه، قبال ما تمشي المشلعيب ده يا جماعه داير الناس، في كثير من الناس ما عارف المشلعيب يا جماعه شكله ده هنداك يا جماعه خدتين فيه الكوره. هو بيتعمل من الزعف. نعم. كويس، يعني الزعف العادي ده في حاجه اسمها الحنقوق. بعد ما يشقوا الزعف ده بيطلع حاجه اسمها الحنقوق. ايوه. الحنقوق ده هو بعمل منه مثلا المشلعيب او الزعف ذاته. في مسلعيب نوعين، في مسلعيب بفتولوه حبل وفي مسلعيب بتفرضه فارة، لكن في النهايه المنتج بتاعه يكون طبعا الزعف. يلا يا جماعه عشان دقيقه هناي نظيفه يا جماعه، زي ما شايفين الحاجه اللي فيها الكور اللي فوق دي ده المشلعيب يعني. يلا ممكن تورينا على التفاصيل ان المشلعيب طيب وظيفته شنو؟ ايوه المشلعيب يعني في الزمن القديم او في العادات والتقاليد القديمه احنا بنستخدمه كالثلاجه مثلا زمان يعني. يعني كان زمان الواحد اللي عنده باقيزات فضل عشان ما يعفن كده كان بيعلقوا في المشلعيب على الهواء في الطبيعه يعني. قبل ما تكون في ثلاجه وكده، وما زال حتى الان يعني في ناس بتستخدمه، يعني ما تخلت عنه خالص. عشان كده هو برضه مستعد له مكانه. بعد ذاك ثاني عنده اسم ثاني بيسموه دواء الكلب. ليه؟ لانه لما يتعلق بعيد ما في حاجه ثاني بيتصلوا، ما في حاجه يتصلوا. يعني مثلا الحاجات اللي بتكون في البيت يعني مثلا بدون مؤاخذه زي الكلب وزي الكدس وكده ما بحصلوا. نعم. عشان كده قاموا سموه شنو؟ دواء الكلب. والله ده حاجات جميله جدا يا جماعه، والله وارثنا الثقافي يعني نقرب ندسر من الحياه دي. عشان كده يلا يا نظيفه، نحن طبعا في دارفور هناك عندنا عادات. لما مثلا زول لما تعزه شديد بتقوم تعمل له عصيده في حاجه، الحاجه دي بيقولوا عليها شنو؟ والله عندنا في دارفور طبعا عندنا العيز، وعندنا بالذات يعني في المناسبات الافراح العرس وكده عندنا حاجه اسمها المندوله. ايوه المندوله دي داخلها في دقيقه. المندوله يا جماعه ده عندي ورانا بيجاي،
جماعه ده هنديه الفندق جاي اقول له ان شاء الله. هاي المندوله دي برنامجها كيف يا المندوله دي اصلا معموله بزعف وحنقوق. أيوة. زعف ملون بيخش فوقه برضه حاجه اسمها الانزوره. أيوة. بعد ذاك ممكن الزين بالودع وبالسكسك، وبكون منظرها جميل جدا. يعني ممكن تستخدمها لحاجات كثيره زي التخريج وحاجات زي ممكن تستخدمها للشيله، يشيلوا فيها مثلا العطور وحاجات الشيله. نعم. لكن احنا عندنا في دارفور بنستخدمها للعصيده. هاي بنعمل فيها طبعا فطور العريس، بنقوم ام البيت مثلا بتعمل فطور العريس اساسا تقدمه للعريس. بعدين داخل المندوله. داخل المندوله دي بعض مرات بنقوم نخط حاجه كده، عندنا حركات بتاعتنا، عندنا تراثنا وحاجاتنا ظريفه. العصيده دي داخل المندوله. اول حاجه العصيده دي عشان تتعمل بيعملوا اول حاجه العصيده بتاع الجير والملاح طبعا التقليه بتاع الشرموط. ما بيتعملوا طبعا الا مره شيخه. ايوه. بعد ذاك عندنا حاجه اسمها العش. ايوه. العش ده مثلا عش الطيور مثلا بتعمل قش كده ويناي. هم بيقوموا بيعملوا مثلا شعيريه. يسلق الشعيريه كده بحبه ملح فيها حبه زيت حبه، ويجي يحطها في صحن صغير كده تحت، وبعد ذاك يكون في قداد مكرفسه محمره يعني مظبطه. ايوه. محشيه داخلها يعملوا فيها 3 حبات بتاع البيض. عندنا خيانات تحت. ايوه داخل الفراخ. وبعد ذاك يقوموا يجيبوها يحطوها لشنو؟ بفقل الصحن اللي فيه الشعيريه يقول لك دي قداده حاضنه. ايوه. يعني البيض تحت لها. نعم. البيض مسلوق ومقشر. نعم. بعد ذاك ينزلوه في المندوله دي تحت. نعم. جوا القدح، وبيغرفوا من العصيده دي حته حته حتى يكفوا الفراخه دي كلها بشكل هندسي جميل يا جماعه ورائع جدا والله عظيم. وبعد ذاك اخر حاجه بيقوموا بيضيفوا شنو؟ الملاح بفوق. بعد ذاك بيكونوا في كميه من النسال عشان يقدموا وجبه الفطور. ايوه. العريس طبعا بيكون معاه زملان وكده. ايوه اصحابه واحبابه. الحته اللي فيها الفراخ ولا حتى ما يحصلوا حته البيض وكده. وبعد ذاك تعرف شنو قبل ما يدفنوا الفراخ دي كلها بتكون مثلا في سكريه فيها سمن. ايوه السمن ده اهم حاجه يا جماعه. او مثلا حاجه كده اسمها عجينه زرقاء. يلا دي لما يحصل الحته دي في كوراك وزغرات وكده. وبعدين الصحن ده اول المندوله دي مورق دعاء فاضي. ايوه. يعني في حاجه كعاده الناس اللي قاعدين ياكلوا في الاناء كلهم طبعا شنو؟ لازم يعملوا مساهمه. حاجه يا جماعه دي عاده طبعا ثابته. دي عادات جميله جدا. دي عاده طبعا ثابته وارث ثقافي جميل رائع. نحن يا جماعه بنعتز به وبنفتخر انه نحن من تلك المناطق. يا جماعه والله العظيم يا جماعه السودان ده مترامي الاطراف، لكن فيه عادات وفيه ثقافات جميله وحاجات جميله جدا. لكن رغم ذلك يعني يا جماعه بقت تندثر حياه كثيره، بقت تجينا عادات دخيله وما بتشبهنا وما حقتنا. وكذا نحن دايرين قبال ما نمشي الفروه دي شنو؟ والله طبعا الفروه دي قلت اصلا. لكن احنا عندنا الفروه دي عندنا طبعا يعني مثلا زي التيس مثلا بيكون في تيس مشعر عنده شعر كثير كذا يا جماعه حق ناس جبال النوبه يعني. ايوه. دائما اكثر حاجه بيعملوه فروه. الفروه دي مرات بيستخدموها للصلاه. ايوه. زمان بيستخدموها كمصلاه يصلوا فيها، او يخطها مثلا في الزام مثلا زول في حصان في جمل يشدها كده. يعني بعملها زينه بفقل السرق بيكون الزرع كده. يلا يا جماعه طبعا يا جماعه الفروه دي نحن من عاداتنا زمان قديما جدودنا وابهاتنا دائما يعني بيفتخروا بها، بيسووا حاجه اشكالها جميله وبيظبطوها بحاجات ظريفه بيصلوا بها. دي حاجه بدائيه كانت جميله، حاجه رائعه جدا. نحن بنعتز بها ولسه نحن ثاني عندنا شنو البريش ولا دي شنو؟ عندنا دي بريش دي اسمه الجفندي. جفندي يعني هو ذات البروش دي عندها انواع واشكال. عندنا البريش العشاري وعندنا السباعي وعندنا التماني والثلاثي، يعني مسميات مختلفه بحسب مقاس البريش. وعندنا مثلا اقول لك دي بريش جفندي. عندنا البريش الجفندي بتاع بنيان بس بتاع بيوت يعني. بيبنوها مثلا زي رواكيب وحيشان وكده يعني ما بني فخمي بتاع بيت العروس كده يعني. يعني ده اشهر انواع البريش مثلا عندنا بيسموه جفندي يعني. كويس. عندنا البريش العشاري ده اللي هو طبعا بيكون 10 ذراع. يكون مضفور ملون عامل له جوا حاجه اسمها البطن ملون يعني فهمتوا؟ البرش ده بيستخدموه مرات في بنيان العرس في البيت بتاع العريس حاجه كده اسمها ظهر الطور بيعملوه بالبروج دي. عندنا الخماسه برضه بيعملوه البرش الحجالي يحجلوا مثلا القطاطي جوا او مثلا يحجلوا الراكوبه. وبرضه عندنا يكون شكل زينه بالداخل. نعم يكون خاص بالصلاه. نعم. يكون مثلا برش يكون ابيض في جوا في النص ويكون فيه حاجه او بدون. عندنا كان مثلا برش بتاع العروس يقول لك ده مثلا برش الجرتق للعروس. يا سلام. زمان يكون مثلا العروس رقصها في البرش او النفسه مثلا عملوا لها برش. لجرتق كده ده برش. عندنا ثاني برضه البرش طبعا استخداماتها يا جماعه كثيره غير الافراح برضه قاعدين نستخدمها للاحزان. يعني هسه عندنا لما نزول يموت برضه يصيروا في برش اللون الابيض. صح. يعني سبحان الله بيستخدم في الحالتين، في حاله الفرح للعرس للجرتق وكده، وفي حاله الحزن برضه يستخدموا فوقه للجسمان. كويس. يلا النجاره دي نحن مهم شديد
في جدودنا ده زمان كان عندهم خير التراث والتفاصيل الكثيره دي عندها استخداماتها وعندها دقاتها وعندها اختلافاتها وعندها حاجاتها. كذا ممكن تشرح لنا النجاره دي شايفينها دي من بعيد ايه استخداماتها شنو؟ نعم، النجارة ده أول حاجة عندنا في السودان بصفة عامة، أي قبيلة في السودان عندها نجارة. أيوه. الإيقاع بتاعها بس بيختلف. أيوه إيقاعاتنا دائما. يعني هسه عندنا مثلا زي النوبة عندهم النجارة بتاعتهم كيرن. دقتهم مختلفة. درملي، أيوة. تانجيه، حاجات كثيرة جدا. إيقاعاتنا كثيرة يا جماعة، ودي من الحياة السمحة جدا جدا إنه السودان إنسى ثقافي كبير، إيقاعات كثيرة جدا ومتنوعة كثيرة جدا، ده التمازج الجميل الرائع اللي بيصنع السودان. السودان جميل والسودان رائع. يعني مثلا هنا احنا في الغرب عندنا إيقاعات كثيرة جدا جدا يا جماعة، قلنا لكم الدرملي، التانجيه، جمرقات، مع جبال النوبة عندنا الكرن، في الشمال عندنا الطنبور أو الدليب، في الشرق عندنا إيقاع عجيب، إيقاعات برضه إيقاعات عجيبة ومتنوعة وظريفة جدا جدا، ونحن بنعتز بها وبنعتز بكل هذا الربوع، هذا الوطن الحبيب. ودائما نحن قاعدين نقول يا جماعة والله العظيم، يعني في ناس قاعدين تغرز الفتن والجهويات والقبليات والحاجات دي، ودائما فينا. عشان كده نحن بنقول لكم لا جهويه لا قبليه لا جنوبيه لا شماليه لا شرقيه ولا غربيه، نحن اخوان لمتنا هويه سودانيه 100% بسرعه نواكب للالفيه. نشيل المنجل والطوريه، نزرع ارضنا نعمر فيها، واللقمه الواحده تكفي 100 تكفي 100. ودائما نحن والله سوداننا غني جدا بثروه حيوانيه ونباتيه ثقافيه يا جماعه، والله العظيم نحن والله نحن ملوك، لكن نحن بس ما عارفين قيمه نفسنا. ايوه نحافظ عليهم. ايوه نعم. عندنا برضه بس نتكلم في النجاره، عندنا النجاره في الجهه الغربيه بالذات بيستخدموها مرات في 3 حالات او اكثر من 3. ايوه. عندنا النجاره دي عندها 3 ايقاعات مختلفه. نعم. عندنا ايقاع واحد بدقوه للحزن في حاله ما الزول. ايوه. يدق الناس كلها تعرف القريب والبعيد انه النجار ده قلنا شنو في زول يا جماعه ده تليفوننا زمان مثلا، ده تليفوناتنا وصلت التواصل بيناتنا من القريه لقريه. الناس بتستلم بتكون عارفه انه ده في وفا في الحته الفلانيه. شفتوا يا جماعه التكنولوجيا؟ عندنا ثاني دقه ثانيه ما يدقوها في حاله مثلا فقدوا جزء من البهايم. حصل سرقه البهايم برضه بدقوها. يلا الفزع، الناس تعرف ده شنو فزع. ايوه يعني في حاجه النجاره دي ضربتها فزع، كل زول يركب حصان ولا يركب جمل ولا كده، المهم يمشي شنو ده فزع يا جماعه. يلا الفزع ده يا جماعه ما شاء الله عندنا صفه بتاعت مروه. او جاي او مارد. نعم. عندنا ثقافه بتاعت مروه يا جماعه. لما يكون في فزع هسه انت يكون قاعد في العاصمه هنا جارك وكورك ما تصير بيطلع عليه طبعا والله يا جماعه. لكن اندفنت يعني يعني اصلا عندنا زمان كان زول كرك الحله كلها تجي جاي يعرفوا الحاصل شنو، هسه يتفرجوا فيك. يا ريت الناس ترجع للحال الزمان. برضه ثاني عندها ايقاع النجار بتدق. احنا عندنا يعني عندنا عاده كده بنقول النجاره بكت قيدومه الما جابت ولد مظلومه. ايوه والنجاره بكت بعصاتها ام الولد يا حالاتها. يا سلام. ودي قيدومه بعملها للعريس للصباح. النجاره دي بعد ما دقاتها دي كلها برضه عندها ثاني سهره. يلا الدقات المختلفه. شفت القدومه كيف يا جماعه؟ هسه تيجي تقول لي دار لي صاله هسه البنات الجد علينا، واحده تقول لك من المناسبه لا تعمل لي صاله ما عارف في الحته الفلانيه وما عارف. يا جماعه شفتوا البساطه، شفتوا الجمال، شفتوا الروعه، شفتوا الحياه الجميله، تفاصيلنا في حياتنا الجميله. يكون العرس مبسط يعني عشان كل الناس اللي ما عرست تذوق العرس يعني. والله يعني ما ضروري التشديد كثير والصالات والمهر العال والحاجات زي دي يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا اقلهن مهرا اقلهن اكثرهن بركه. نعم. البركه فيهم يا جماعه. والله يا جماعه العفه يعني الناس تقدر يا جماعه وشاكلنا كده نحن قربنا العرس، لكن قبال ما نحن دارين نخش العرس والعفه دي كده خلوها يا جماعه نجيب لحديت هنا نمشي. يا جماعه نحن زمان ما عندنا ثلاجات يا نظيفه. نعم. ما عندنا ثلاجات. لكن كنا بنشرب مويه بارده سمحه ونقيه وصحيه. دي من وين؟ اول حاجه احنا كنا زمان بنشرب مويه من الزير عادي، زير المويه هو المصنوع من الفخار. اول حاجه الزير ده هو ذاته من مميزاته بيرسب المويه. اذا كان في اي مويه حتى وسخانه كده بننزلها تقعد في قاعد الزير. فبتكون المويه يعني نقيه. بجد يعني مويه الزير مويه صحيه. مويه الزير مويه صحيه. مع ذلك احنا عندنا المويه بنستخدمها مثلا في القربه. ايوه عندنا برضه غالي في القربه. القربه دي كيف شكلها كيف عامله كيف كده تفاصيلها؟ القرب ده اصلا جلد. والجلد طبعا هو بيكون بتاع مثلا هو من البهائم بجلد بتاع مثلا غنم حاجه زي ده. نعم. يطبخوه جوا وبرا وينظفوها نظيف ويعتقوها ويعملوا لها حاجه اسمها القطران يمسحوها وتبقى بعد ذاك هي قربه وصالحه للشراب والاستخدام. عزيزي المشاهد زي ما امبارح صورت لكم عن قرب يعني القربه تفاصيلها.
دهن دي لنا ان شاء الله، يعني زي ما عارفين ان دي القربه بنملاها المويه، وبرضه يا جماعه حاجه صحيه جدا. ويا اخي يا جماعه والله حاجه اياها ما بقدر اوصف. اي شفتها وحاجات كثيره. ايوه من جوفان روك وحاجات كثيره يا جماعه. يلا دي قيمنا، دي تراثنا، دي حاجاتنا، دي عاداتنا يا جماعه. والله العظيم انا قاعد احزن جدا جدا انه يا جماعه التراث بقى يتلاشى، بقى يختفي، بقى يندثر، بقى راحت ملامحه. يعني في ناس كثيره، في تفاصيل حياه كثيره الناس بقى ما عارفها. يلا نحن لما في الهودج او في الجمل لما نكون هناك عندنا حاجات كده بنزينها بها. ودي شنو ده؟ والله عندنا احنا في الجبل ده طبعا برضه بالزين هو بالجلود. اول حاجه أيوة عندنا حاجه اسمها المخلوفه دي المعلقه دي. أيوة. اسمها المخلوفه، وخدتها في الجبل لانه الراجل الزول بيكون راكب في الجبل بيكون خالف رجلينه. ايوه بتكون هي شمال ويمين. اسمها المخلوفه. أيوة. برضه بتزين بسكسك وبيودع وحاجات زي دي، يعني منظر للجمال. عندنا حاجه برضه اسمها الشمله. دي برضه تابعه للبنيان بتاع البقاره والحاجات زي دي برضه. دي كلها حاجات يعني جلديه. يعني احنا الجلد ده بنستخدمه حاجات كثيره. نعم. كالزينه وللبنيان وكده. كويس. عزيزي المشاهد، ما زلنا نحن في نسايم الفرقان في جلسه جميله رائعه وجميله جدا، والليله سعيدين مع مغريتنا الرائعه جدا 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 نسيبه كسله. لك التحيه والتقدير. ونحن في الجلسه الجميله الرائعه دي دايرين طوال نمشي ناس العديل والزين. وزي ما قاعدين الناس قاعدين فينا، سمعت شاب من الشباب قاعد يقول اصلي زهجان دمي فاير داير اعرس وماني قادر. اكيد انه شنو يا جماعه العرس بقى صعب شديد وحالتنا بقى صعبه، لكن حنمشي نشوف يا جماعه اسباب الحاجات اللي قدامنا الجميله الرائعه دي شنو؟ دي شنو يا جماعه؟ الحاجات بتاعت العديل والزين. اي. وطبعا لسه متواصلين ما زال في العادات والتقاليد. الحاجه الصينيه بتاعت العديل والزين دي اصلا متكونه فيها حق. أيوة. وفيها مخبر. أيوة. وفيها حقق مقاسات يعني كبيره وصغيره. اكيد. ما الليله مفرجتنا نسيت ما سوت لنا البخور الحياه السمحه. سمحه اليسر والحاجات دي نحن بنعملها. سواء كان مثلا طهور او عرس دي جرتك. ايوه دي اصلا بعملها للجرتك وبعملها للحنه. نعم. يعني يوم الحنه لازم اخد لك الصينيه بتاعت العديل والزين. ويوم الجرتك برضه بخط الصينيه بتاعت العديل والزين. يوم الحنه بتكون طبعا فيها الحنه. أيوة. فيها طبعا المباخر الاثنين، هو صمغ اللبان وما بعرفوا الثاني يقول لك ده البخور المسبع. وفيها مثلا المباخر بتكون شغاله. دي الزينه بتاعت الحنه وفيها عطور. لكن عندنا الصينيه بتاعت الجرتك اللي بيكون الحق ده واحد بيكون فيه بخور بتاع صندل، والثاني بيكون بخور المسبع ده اللي بقول لك من العين، او مثلا يكون لك حاطين فيها الضريره، المحلب المدقوق، الصندل المدقوق، يلا يا جماعه والقرنفل والمسك، وبتكون في ريحه اساسا انه يضروا للعريس ورشوا له الريحه في راسه. ما شاء الله يا جماعه. والله يا جماعه كده دايرين نمشي مع الحاجه بتاعت العين دي، العين وما ادراك العين يا جماعه. والله يا جماعه نحن في الغرب عندنا عادات سمحه. يعني تلقى واحد لما يجي يسلم لك الحمد لله ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. دائما تلقاه يا جماعه ثابته في الكلام، ثابته في الحاجات. ودي الحاجات السمحه فينا يا جماعه. وده ارثنا وده ثقافاتنا. ودي حاجاتنا الجميله الرائعه نحن دائما بنعتز بها ونفخر بها. يا نظيفه كده نحن والله جلسه جميله وطويله جدا جدا يا جماعه. بس نحن قعدنا في زاويه صغيره كده وفي حاجات كثيره والله ما قدرنا صورناها. صورت عليكم امس في الحوار الجميل اللذيذ الظريف. كده داير نقول لك رساله اول حاجه اخيره كده للناس، للشباب ديل. الناس ما دارين نعرسوا، الناس اللي ما دارين نعرسوا. الناس اللي ما دارين نعرسوا اللي بيحلموا عنده عربيه ولازم عنده بيت، لازم يكون عنده بيت وعنده هناي وعبيد. بتقول لهم شنو يا نظيفه؟ والله انا اول حاجه برسل رسالتي لكل الشباب بالنسبه للزواج وكده. يعني اول حاجه انا بقول مثلا للبنات الطلبات الكثيره دي ما في داعي. نحن نقتضي ما نحن ناس مسلمين عندنا دين يقول لك قال الرسول عليه الصلاه والسلام الزوج فقراء يغنيكم الله. يغنيكم الله. نعم. واقلهن مهرا اكثرهن بركه. نحن المفروض نقتنع بالحاجات دي. نعم. وبعد ذلك باقي الحاجات الكثيره دي شايفاها ما في داعي. يعني الناس تشوف ظروفها كيف، يعني حسب الظروف المطلعات والصالات وكده. يعني نفس انا بعرف انه ناس كثير بيعرسوا باتجاه الغرب كده بكون البيت ذاته بس بيت بقر. يعني زي بيت البقر تبقى نون العريس. عرس بكون مبسط، يعني ما ضروري كل اهلك انت يجوا وانا اهلي كلهم يجوا.
جزء من اهالي يمثلوا له، جزء من اهلك يمثلوك. يعني المناسبه لو فيها بقت 50 60 نفر يكفي. ايوه 3 4 صناديق تكفي الجماعه دي. ايوه العروس هذا طلعتها شديد تخليها. في الطريقه بتخلي انه اي زول ما يقدر يعرس، لانه بيقول لك انا والله داير لكن البنت طلباتها كثيره. يلا دي الحاجه بتخلي في الشباب، بتخلينا نخاف. نعم. الشباب يا جماعه انا ما شباب نعم. بتخلي الشباب انهم هنا يلاوزوا ويخافوا من العرس والتزامهم نعم. بحياتهم وتفاصيلهم. ونحن من هنا بندعو رساله كبيره جدا يا جماعه، وكل الاسر الكريمه بسطوا يا جماعه، بسطوا الامور عشان الناس يا جماعه تكون في عفه، يكون في جمال، يكون قدر ما الناس تتزوج بدري يا جماعه افضل يكون عيالك معاك يشيلوك. بعدين يا جماعه والله الدنيا بقت معروفه وحاله بقت صعبه. ناس البراد دول خلوهم. ونحن كده بتقول شنو رساله قديمه. اخر حاجه انتم بتتواجدوا وين ثاني خير لمات الحياه زي دي كده؟ مثلا سايم الفرقان ديل بنلقاهم وين؟ والله احنا طبعا زي ما الفرقان دي اكثر حاجه مرات بنشارك في الحديقه النباتيه، بنشارك في معرض الخرطوم الدولي، بنشارك مرات في الجامعات البرامج الثقافيه والرحلات العلميه. ايوه ومرات كالمناسبات بنشتغل في شغل المناسبات، شغل بتاع جرتك، شغل بتاع قهوه، حاجات زي دي بنشتغل في المناسبات. دائما دي حتاتنا اللي بنكون احنا متواجدين فيها. كتر خيرك كثير والله. وزي ما وريناكم يا جماعه والله المعرض ده كبير جدا، وزي ما امبارح انا صورت لكم جزء كبير من المعرض. يعني يا جماعه الناس دي والله ما شاء الله ناس قمه الروعه في قيمنا وعاداتنا الجميله. زي ما وريناكم قال لكم يا جماعه متواجدين بيشتغلوا المناسبات، الجامعات، الحاجات دي يا جماعه. يا حبذا يا جماعه نهتم بتفاصيلنا وقيمنا وتراثنا. والجماعه دول جاهزين يا جماعه. اي زول دارس عرس، دارس يسوي في القرار سوداني جميل رائع. ان شاء الله ناس نظيفه دول جاهزين، مجموعه كبيره جدا جدا من الناس الرائعين. ان شاء الله. شكرا جزيلا على هذه الكلمات الجميله الرائعه. ونحن بجد يعني والله عطيناك كثير. لا انا سعيده جدا انه انتم معايا في البرنامج ده. وانا بقول لكل الناس اللي سمعونا بقول لهم جزاكم الله خير والف احسان، الف احسان ولا ضمني ما قصرتوا مننا الطب كنا سمعتوا اللقاء حقنا ده. وانا بقول لكم حبابكم الف وحبابكم 10 زورونا نحن في معرض الزهور الحديقه النباتيه في قريه سايم الفرقان للتراث الشعبي. ان شاء الله باذن الله بتعجبكم. حبابكم الف ولا ضمني. حقيقتي والله ترى تلومتي انا. والله انا لو عارف الجبال كده ما كان نشتغلنا بالعرض كلام فصحى، كان نشتغل بدارجيتنا دي ونفتخر بها. والله العظيم جزاك الله خير ما شاء الله ما قصرتي. ونحن في قمه السعاده. لك التحيه الاستاذ الجميل الاستاذ الهادي بدر السليمان. الهادي بدر السليمان لك التحيه. والتحيه باقي الجماعه كلهم وكل الناس هاي كده ممكن تشكرين كلهم الناس هناك برسلهم. التحيه لزوجي العزيز الهادي بدر السليمان والاخ العزيز موسى حامد ولولا ومشاعر وفاطمه بلال وسجود وهود وحسينه وكل التيم الفنانين والشعراء والطاربين والمزعفين، وعندنا هناك الممثلين. ما شاء الله انا سعيده جدا جدا بجلوسكم معي، واتمنى لكم دائما ودائما ودائما تكونوا معنا. شكرا لكم كثير، برسل لكم تحيه من هذا المنبر كثير. شكرا جزيلا. ونحن يا جماعه في قمه السعاده ان نكون معاكم الليله في نسايم الفرقان. بنقول لكم لما نرحل من عيونكم ترحل الاحزان معانا. نبقى عايشين في ضياع تتحطم الالم جوانا، تهجر الفرح السعاده تزداد المنا مع بكانا. ما بنقدر نعيش من غير عيونكم، اصلا عيونكم منبع هوانا. في الاعداد والتقديم محمد موسى عبد الله خليل، في الرؤيه الاخراجيه الاستاذه نسيبه كسله. شكرا جزيلا، الى اللقاء. تسلم كثير.